السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن عادة يمكن كلنا بنسمع عنها وقد ايه هي مهمة وقد ايه هي غيرت حياة ناس كتير، ولكن مش يعني يمكن مش حاسين بأهميتها قوي علشان ما جربناهاش. كنت بسمع فيديوهات كتير وحاجات كتير عن أهمية الكتابة وأهمية ترتيب الأولويات، وإن انت تكتبي أهدافك و... وإن انت تحددي هدف و... وإن انت تكتبي يومياتك. ولكن بصراحة يعني كنت أوقات كتير يعني مش حاسة بأهمية الموضوع وما كنتش بديله اهتمام جامد، لحد ما قلت لما سمعت كذا مرة وكذا فيديو وكذا حد بصراحة، قلت لما أجرب. فبدأت فعلا من سنتين بدأت أجرب إن أنا أكتب. فطبعا بتكتبي وتوقفي وتكتبي وتوقفي ومش بتكوني حاسة بحاجة أو بتغيير أو بتجديد، ولكن لما فعلا تيجي في وقت وتحسي ان كل حاجة قافلة في وشك وحاسة ان انت عايزة تتكلمي وتطلعي كل اللي جواكي، وفي حاجات اوقات بتكوني عايزة تقوليها لحد وحاسة انك ما ينفعش تقوليها، ساعتها بس هنا الورقة والقلم هيفرقوا معاكي زي ما فرقوا معايا. لما بتمسكي الورقة والقلم وبتطلعي كل اللي جواكي، كل حاجة انت حاسة بيها، كل حاجة لمست مشاعرك، كل حاجة ضايقتك، كل حاجة آه، أثرت فيكي، بتحسي قد ايه انت ارتحتي، بتحسي قد ايه ان انتي الحمد لله. يعني فعلا آه الورقة والقلم دول نعمة ربنا خلقهم لنا في حياتنا. فمن هنا انا بدأت اعرف اهمية الكتابة من المواقف الصعبة اللي كانت بتعدي عليا. كنت بكتب من سنتين واكتر، ولكن زي ما قلتلك كنت مش مستمرة في كتابة اليوميات بتاعتي، ولا مستمرة في التدوين، ولا مستمرة في تحقيق أي حاجة أهداف في كتابة أهداف يعني أنا عايزة أحققها. ولكن لما جربت إن أنا أمسك الورقة والقلم فهمت ليه كل الناس اللي كانت بتقول الكتابة مهمة. أنا من هنا بقولك ابدأي دوني الحاجات المهمة في حياتك، ابدأي اكتبي انت عايزة تعملي ايه في يومك بكرة. مهم جدا ان انت تكتبي انت عايزة تعملي ايه في يومك بكرة، بيساعدك بجد على ترتيب دماغك بشكل مش طبيعي، بتحسي ان افكارك مترتبة، بتحسي ان انت مش مشتتة ودماغك مضغوطة. ما يتهيألكيش ان هو كلام وخلاص، لا والله الكلام ده عن تجربة، عن تجربة عن تجربة يعني شخصية. لما بتيجي بالليل قبل ما تنامي ولو عملتي دقيقتين تلاتة بتحددي فيهم واحد اتنين تلاتة أولوياتك لليوم بكرة، انت حابة هتعملي ايه في يومك، بتفرق معاكي جدا انك بتصحي من النوم عارفة انت هتعملي ايه. لما في موقف بيضايقك جدا وتمسكي الورق والقلم وتبداي تكتبي انت حاسة بايه وحسيتي بايه في الموقف، بتبدأي تحسي براحة نفسية يمكن أكبر من لو اتكلمتي مع حد، لأنك في الورقة والقلم بتكتبي كل حاجة انت حاسة بيها. بتدوني يومك لو وصلت لمرحلة بقى متقدمة شوية وان انت هتدوني اليوم بتاعك يومياتك كل يوم. لما بيعدي عليكي فترة ويوم ويعدي عليكي سنة مثلا وبتيجي تقرأي اليوم ده مشاعرك كانت عاملة فيه ازاي وتفكيرك وطبعا كل الانسان ما بيكبر تفكيره بيتغير، فبتحمدي ربنا على كل حاجة وبتحمدي ربنا على احساسك وعلى مشاعرك في الوقت ده، بتحمدي ربنا على التغيير اللي حصل لك في حياتك. آه، الورقة والقلم والتدوين مش مجرد كلمة اي حاجة، كلمة احنا بنسمعها من حد ان هي مهمة، لا هم فعلا مهمين وفعلا هيفرقوا معاكي وفعلا هيغيروا لك نفسيتك. آه عايزة اقولك صاحبي الورقة والقلم هتحسي ان نفسيتك اتغيرت كتير
وانك بقيتي بتقدري تعبري عن اي حاجة انت حاسة بيها. لان في اوقات كتير مش بنلاقي شخص نقول له كل حاجة احنا بنحس بيها، ونقول له كل حاجة احنا عايزين نقولها. لا، مع الورقة والقلم انت بتقدري تقولي كل حاجة انت عايزاها، بتقدري تدوني كل حاجة نفسك فيها. بتقدري ترجعي لأهدافك وطموحاتك وأحلامك وأي حاجة انت كاتباها. مجرد ان انت بترجعي لها بتكون تذكرة ليكي في ان انت تعيدي حساباتك تاني. جربي واكتبي لي، قولي لي انا هبدأ ان شاء الله. وان شاء الله نتابع مع بعض ان احنا ان شاء الله توصلي لافضل نسخة من نفسك، وتوصلي لاحسن حاجة انت نفسك توصلي لها، واحسن امنية انت نفسك فيها. والناس اللي هتقولي مش عارفة اكتب ايه، انا ما بعرفش اكتب ايه، امسكي الورقة والقلم واكتبي اي حاجة انت حاسة بيها. اكتبي انت حاسة بايه، اكتبي نفسك توصلي لايه، اكتبي حلمك، اكتبي مشاعرك، اكتبي لو فرحانة اكتبي ان انت فرحانة ومبسوطة وممتنة لكل حاجة في حياتك. لو في حاجة مضايقاك اكتبي اللي مضايقك. لو في حاجة نفسك توصلي لها اكتبي اللي نفسك توصلي له. ربنا يحقق لينا كل احلامنا، ويروق بالنا، ويحقق لينا طموحاتنا، ويحفظ لينا اولادنا. و... ولو كنتي بنوتة ما تنسيش تحددي أهدافك وتكتبي دعواتك وتدعي بيها. ربنا يحقق لنا كل أحلامنا وكل أهدافنا وكل دعواتنا، اللهم أمين. ما تنسوش اللي كملت معايا الفيديو لحد هنا تعملي لايك وتعمل اشتراك وتكتب لي كومنت حلو يشجعني ان انا اكمل معاكم. كانت معاكم فاطمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.